هالة رشدي قدرت في وقت قليل إنها تحصد شهرة كبيرة كمطربة، وده كان بوابتها للتمثيل وظهورها للمرة الأولى في المجال ده من خلال مسلسل مكتوب عليا مع أكرم حسني وإسماعيل فرغلي. العلاقة دي خرجت من حيز المسلسل للواقع زي ما هنعرف من هالة نفسها، وتواجد الاتنين في أحدث حفلاتها عشان يدعموها. هو النهارده يعني فخفخينه كده، يعني قديم على جديد على مش عارفه ايه على تنطيط على كل حاجه يعني، فان شاء الله باذن الله تبقى حفله متنوعه ان شاء الله. يعني في عبد الحليم وفي ام كلثوم، بس دول برضه ايه حاجات صغننه كده يعني، مش اغنيه كامله يعني، بس كده. هالة رشدي كلمتنا عن شعورها قبل ما تطلع على المسرح، واللي اختلف عن شعور أغلب المطربين قبل حفلاتهم. أنا أصلاً جاية متحمسة جداً، والغريب إن دايماً بيبقى الحفلات بيبقى دايماً المطرب متوتر أو بتاع. أنا مش عارفة، حاسة إن أنا مثلاً عاملة عزومة يعني عيد ميلادي واتيفر يعني، بس أنا بجد مبسوطة جداً. واللي قام بتقديم حفلة هالة رشدي كان الفنان إسماعيل فرغلي، واللي شارك بدور والدها في مسلسل مكتوب عليا في موسم رمضان 2022. أنا عايز أقدم بنتي وحبيبتي وأختي الصغيرة المطربة مين؟ هالة رشدي مين؟ مع المطربة الجميلة هالة رشدي. أنا اللي طلبت منها، ده مش هي اللي طلبت، والحمد لله أنا وافقت وأنا مبسوط، لأن أنا العلاقة اللي بيني وبينها يعني علاقة أب وبنته فعلا، يعني كانت بدأت في المسلسل واستمرت الحمد لله يعني، وانا بحبها جدا جدا وربنا يوفقها. اكيد ان الناس اللي موجوده دي او الكم اللي موجود ده جمهور بيحبها، ما في ماليش اي كومنت على اكتر من كده يعني. هو اكرم ده يعني هو انا بتعامل معاه انه اخويا فعلا من يوم التصوير ومن قبله كان في علاقه، عامه علاقه جميله جدا مليانه طبعا بالسف والحاجات اللطيفه اللي انت عارفاها يعني، بس انت مش فاهمه انا بحبه قد ايه، لان هو فعلا اخ بجد، اللي هو مش بقى اللي هو لو احتجت اي حاجه انا اخوكي لا هو دي الحقيقه يعني. فحبيبي ربنا يخليه لي كده، وان شاء الله باذن الله دايما في تقدم ونجاح ان شاء الله. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.